دلوقتي انتوا الغاليين ازيكم؟ انا عاملين ايه؟ معاكم مصطفى صفحه، كنت لكم فيديو جديد رياكشن جديد. دلوقتي هنعمل رياكشن اسمع سوا تراك جاك لسكورب او سكو راب. متحمس جدا ان انا اعمل رياكشن عليه، فلو انتوا حابين ان احنا نكمل في سكورب او سكو راب ونعمل رياكشن على التراكات ليه، قولوا لي اسامي التراكات في الكومنتات، وانا متحمس ان انا اعمل عليها رياكشن. ولو انت حابب تنضم للعيله بتاعتنا وتكبر العيله بتاعتنا، فالعيله بتاعتنا كل اللي عايزك تعمله فيها انك تنزل تشترك في الزر الاحمر تحت، تفعل الجرس، تسيب لك الفيديو، تشارك الفيديو مع كل زمايلك. انت كده خلاص اشتركت. في الكومنتات او في الديسكربشن او في اول كومنت مثبت هتلاقي الانستجرام والفيسبوك بتوعي، روح تعمل هناك، مش هتخسر اي حاجه. انت كده بتشجعني وبتدعمني ان انا اقدر اكمل. تعالوا دلوقتي نسمع سكورب او سكو راب. دي تراك اسم التراك جاك. في ناس تقول ان هو كلاش او ان هو كان بيكلاش بيه حد، فانا مش عارف. احنا دلوقتي هنسمع ونشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. فتعالوا نبدا بعد الانترو على طول. الدخله مبشره كده. انا خايف، انا خايف. بكاش الموت كاين الجيريا وسط مجيريا الروت وسط الجيم ماشي دراما. بجد انت دلوقتي هتسمع كلاش لواحد فيلسوف من فلاسفه الراب الجزائري، فيا ريت تبقوا مستمتعين معايا ومتحمسين ان احنا نسمع الكلاش ده او التراك ده للاخر، وتقولوا في الكومنتات ايه رايكم فيه او هو بكلاش بيه مين، فكمل معايا الفيديو للاخر. بكاش الموت كاين الجيريا في الراب عيش الدود خراب وسط مجيريا الراب عبد الروت بلي وين راي المايند صغير بلا وين راي الدراما قلب الدراما فرح وبرح عيش الدراما عيش الدراما في بلاد بيت بلاما ويوم ظلامة في مقر انقلب بالدامة كلش فلامة من الدنيا كلبة متام. يا اسطى في كميه تبديل فلو اصلا في البدايه كده، اللي هو بسم الله انا ببدل في الفلو. طريقه الفلو او بتاع طريقه اللقاء بتاعته احنا لازم نعيدها تاني معلش. يعني اللي هو تحس ان هو اصلا مختلف جدا، حتى ان هو ممكن يكون ده كلاش زي ما الناس بتقول، بس الطريقه بتاعته مختلفه جدا والالقاء بتاعه مختلف جدا، برضك على الهادي كده برضه كانه عادي، كانوا بيدي لحد درس. انا عايزكم بس تسمعوا من قلبكم، يعني من قلبكم وقلبكم. بكاش الموت كاين الجيريا في الراب عيش الدود خراب وسط مجيريا الراب عبد الروت بلي وين راي المايند صغير بلا وين راي الدراما قلب الدراما فرح وبرح عيش الدراما عيش الدراما في بلاد بيت بلاما ويوم ظلامة في مقر انقلب بالدامة كلش فلامة من الدنيا كلبة متامة عيش الدراما عيش الدراما جاك ماضي كاتانا اي جنوني فلاطاك فلو جاك فيك الفطاك زعف طاطا. البيت يا جدعان مختلف جدا، كل بيتات سكورب مختلفه جدا، اللي هو فيها حاجه مميزه. حتى في الباك جراوند هنا في الاصوات، صوت سحب السيف مع صوت الضرب، اللي هو تحس ان انت اصلا بتسمع واحد داخل خناقه كده زعان. يعني شفت لما بقول لك احنا ده داخل خناقه، فتسمع صوت السيف بتاعه او السنجه بتاعته وهو بيضرب بيها او بيسحبها من الجراب بتاعه. فانت لو سمعت في الباك جراوند اصلا هتحس ان هو يعني انمي. شفت الانمي كده لما يجوا اصحاب السيوف والمبارزه والبتاع والفرسان والكلام ده، في الباك جراوند الايقاع كده. يتزعفي يا طاري يتزعفي بطار ما بلا فمك كعطاس جيبو كيف حنا مالان ديرو كيف بادانا يقول نيفاق نجيب الكيفاح طلع نيفون دير الكيسان خدت بيفار حرب ليفاين دير الكيبين خمم توباك كيم السيفار خلق سيكات حاب نوصل لنا. انا لازم اسمع اكتر من تراك لسكورب عشان افهم الليركس بتاعته كويس جدا، والكلام بتاعه افهمه كويس جدا، عشان راجل زي ده اكيد الكلام اللي بيطلع منه خبره، اكيد الكلام اللي بيطلع منه خبره وعن تجربه وواحد فهمان وعارف هو بيقول ايه. فانت لازم تبقى فاهم الكلام بتاعه. فلازم اكيد انا بالنسبه لي كمصطفى لازم بعد الرياكشن انزل الاغاني بتاعته على البلاي ليست واقعد اسمعها اكتر من مره عشان افهم المغزى كويس منها يعني. طلعو كينج السافانا كينج كونغ تا بيكسل في البلاك ليست ميكسيت بيك فاهم فيك زوج واك فيك جيب البوزة ودابا انا في تيك توك بي ستار بالفيوز فيك سات نيلسان اي سات خلي قلبك سفاري نتا حنين خصك مصاري خلينا نقالي صاري اسمح لي حلمك قطاري. يعني هو بيقول له خلي قلبك اصفر، الظاهر ان هو بيقول لحد انت قلبك اصفر حاجه زي كده، اعتقد يعني ان هو قصده كده. بس الراجل زي ده يا جدعان، اللي هو انت يعني ربنا يكون في عون السكورب بيكلاشاه او اللي داخل في بيف مع سكورب وداخلين عاملين مشكله مع سكورب. يعني متمكن، راجل متمكن كده، اللي هو تحس ان هو بيلعب بالكلام، عارف الكلام، هو بيجيب الكلام زي السلايم كده بيلعب بيه وبيشكله. هذا الراب انت كاري ولا علاش انت كاري
فيش كاش تكون طاري صحي ردي اطاري 2 6 live in the hill صافا والشاق يلا عم توسك مش يحب التوشيك مش يحب الكوشيك ديروا لا توسيك I'm being the best being the music قصة جامد. music I'm blessed بجد انتوا يعني راجل زي ده يبطل ليه؟ راجل زي ده يعتزل ليه؟ هو الله اعلم ايه المشكله اللي حصلت له، بس اعتقد ان هو يعني مفيش حاجه تخليه يعتزل. موهبه زي دي اكيد مش من الموهبه، اكيد ما جالوش بلوك في المزيكا، اكيد ما قطعش بسبب حاجه، بس ليه يعتزل؟ ليه؟ اسمع بيت جامد، البيت روعه ما ننكرش، البيت روعه. استمتعت زي ما انا استمتعت، صح؟ استمتعت كفايه كده. بس يا جدعان احنا كده خلصنا في الرياكشن. اتمنى لو كنت وصلت لغايه هنا تنزل تشترك بالزر الاحمر تحت وتفعل الجرس وتسيب لايك الفيديو وتشارك الفيديو مع كل اهلك وزمايلك. مش هتخسر اي حاجه انك تدعمني وتشجعني ان انا اقدر اكمل. انزل اشترك فعل الجرس وسيب لايك الفيديو وقول لي في الكومنتات تراكات تحب ان انا اعمل لك عليها رياكشن. تابعني على انستجرام وعلى الفيسبوك هتلاقيهم في الديسكربشن او في اول كومنت مثبت. سلام.